يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. اوبا يا نهار مش فايت يا جدع. ايه اللي حصل يا حوده؟ العيال الفلسطينيين طلعوا على الاسرائيليين وهم بياكلوا في مطعم في امان الله ضربوهم بالنار. مين؟ العيال الفلسطينيين. طب بص، الجمله اللي انت قلتها دي كلها على بعضها متركبه غلط. ازاي؟ اولا اسمهم الرجاله الفلسطينيين، لان اللي يوصل مكان زي ده وما يهبش، لو ما قلنالوش يا وحش او يا بطل يبقى اقل حاجه نسميه باسمه راجل. نمره اتنين، كونك بتقول اسرائيليين فده في حد ذاته اعتراف منك ان في دوله اسمها اسرائيل، وده مرفوض بالنسبه لي وبالنسبه لاي حر، لان دول شويه يهود صهاينه محتلين مش اكتر. ثالثا وده الاهم، دول مش قاعدين في امان الله ولا حاجه. الناس دي كل واحد فيهم رجاله او ستات فهم افراد في الجيش الصهيوني، وكلهم اتدربوا على شيل السلاح، ومعظمهم ايديه متلطخه بدم اخواتنا في فلسطين. والمطعم نفسه اللي قاعدين فيه اتبنى على ارض فلسطينيه مغتصبه، وما تعرفش مصير صحاب الارض دي ايه. يا عم ما بالراحه علينا يا عم، ما انا بقول لك اللي بشوفه بسمعه في التلفزيون. انت هتنرفزنا ليه على الظهر بقى؟ اقوم افطر يعني افطر. لما قناه المفروض ان هي عربيه تسمي الصهاينه المحتلين ضحايا ومن نحسبهم عند الله عز وجل شهداء تسميهم مجرد قتلى، يبقى انت معذور يا حوده. شفت بقى؟ جبتش انا حاجه من عندي. لما اعلاميه مصريه تطلع تقول ايه البطوله انك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه، يبقى انت برضه معذور يا حوده. ايوه يعني هي صح، ولا انت شكلك بتستهزأ بيا ولا ايه؟ والله شكلي هعمل فيك عمليه استشهاديه يا عم واخلص الكوكب من دماغك السم دي. صح ايه يا نجم بس؟ وهي كانت فين البطوله في طرد ناس من بيوتهم واحتلال ارضهم بقوه السلاح؟ ايه البطوله في قتل خيرة بناتنا وشبابنا كل يوم على المعابر؟ ايه البطوله في حصار غزه وخنقها؟ ايه البطوله في قتل اطفالها وشيوخها ونسائها في كام عدوان اتعرضت لها والعالم كله بيتفرج؟ ايه البطوله في مجزره صبرا وشتيله؟ ايه البطوله في مذابح الهجانه في حيفا؟ ايه البطوله في اقتحام الاقصى كل يوم والتاني وضرب المرابطين واعتقالهم؟ ايه البطوله في هدم البيوت وتشريد العائلات وقتل الذكريات؟ خلاص يا عم خلاص، ده بوسينة كامل هي اللي قالت مش انا حوده حبيبه. طب على فكره بوسينة كامل ذات نفسها رقصت على دم المسلمين في بلدها، وقالت على البرادعي اللي هي بتأيده انه وجه طعنه في ظهر الوطن لما استقال ومشي بعد مجزره ربع، فمش غريب عليها هي واللي زيها ان هم يطلع منهم الكلام ده. بس انا مش مرتاح، مش عارف ليه شاكك فيك وحاسس ان انت كمان موافق. انت موافق يا حوده صح؟ موافق؟ لا انا مباحث. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما